شكرا السيد الامين العام سي مصطفى بن علي الامين العام لحزب الجماعه الديمقراطيه، والشكر موصول ايضا الى السيده رئيسه المرصد الوطني لحقوق الانسان ومقترح الحكم الذاتي. مساء الخير لكم الاخوه الافاضل في هذا المجمع الهام، لانه متعلق بحقوق الانسان في منطقه تعتبرها شخصيا انها من اهم المناطق في العالم التي تنتهك فيها حقوق الانسان للاسف على التراب الوطني. اذا هذا الموضوع هذا اللي هو حول النظام الجزائري مؤخرا انه يعني في شكل يثير الاستغراب اثناء انعقاد مجلس الامن ان يتكلم عن او يطالب بتعديل او تقديم تعديلين على مستوى مشروع قرار مجلس الامن القاضي بادخال مهمه او مراقبه حقوق الانسان من قبل بعثه الامم المتحده في الصحراء المغربيه، في حين ان حقوق الانسان تنتهك بولايه تندوف، وان النظام هذا اللي يقول في الماده 39 من الدستور ان يعني الماده 39 تتكلم على ان الدوله الجزائريه تضمن عدم انتهاك حقوق الانسان. هذه ماده في الدستور الذي تم تعديله في نوفمبر 2020، وانه يحظر اي عنف، نتكلم عن الماده 39، عنف بدني او معنوي او اي مساس بالكرامه، ويعاقب القانون، هذا في الدستور بتاع الدوله الجزائريه، يعاقب القانون على التعذيب وعلى المعاملات القاسيه واللا انسانيه او المهينه والاتجار بالبشر. كل هذه البلاوي وكل هذه الجرائم موجوده في تراب ولايه تندوف. اذا مشينا الى السياق التاريخي والجغرافي للمخيمات، اول الجرائم التي ارتكبت في حق سكان الصحراء هي جريمه الاختطاف باش يعمروا تلك المخيمات في 74 وفي 75 كانوا يخطفوا. وهنا نقول لكم انا مؤخرا توصلت الى معلومه مفادها ان الجيش الجزائري قبل المسيره الخضراء كان توخم في طرق الصحراء المغربيه، وساهم دعم الميليشيات البوليساريو انذاك الى تسهيل عمليه اختطاف العشرات من العائلات الذين اقتيد يعني خطفوهم وجابوهم للمخيمات، طبعا باش يكونوا تلك المخيمات اللي تتكون من 5، طبعا اللي ما يعرفش هناك 5 مخيمات. اهم مخيمات هذه المخيمات كاين الرابوني، السماره، اوزن والداخله. هذه المخيمات التي اليوم بعد مضي تقريبا 50 سنه، اذا شفنا السكان اللي عندهم علاقه بمنطقه النزاع المسجله في الامم المتحده وهي اقليمي الساقيه الحمراء او الساقيه الحمراء ووادي الذهب، سنجد ان اولئك الذين لهم ارتباط وفقا للاحصاء الاسباني سنه 1974 هم اقليه. وهنا المشكل، يعني هنا العقده، هذا المشكل علاش معقد؟ لان 80% اللي موجودين بمخيمات تندوف لا علاقه لهم بالصحراء المغربيه التي حررها المغرب في 6 نوفمبر 1975، وبالتالي المشكل هذا مع مرور الزمن وذهاب اولئك الذين افتعلوه، راح لوالي بومدين ومن بعد بوتفليقه والقياده اللي كانت حاكمه البلاد باسم الشرعيه الثوريه. هذا الامر معقد، وهذا الامر ان الناس اللي راهم في هذه المخيمات اللي هما كما قال الاستاذ انور مالك هم رهائن، وفعلا هم رهائن وضحايا، لان الوضعيه نتاعهم اغلبهم الان ولدوا على تراب ولايه تندوف، يعني من المفروض ان عندهم حق المواطنه، ما هم لاجئين، ما هم مواطنين جزائريين، ما هم يعني ما هم اغلبهم مرتبط بمنطقه النزاع. وبالتالي النظام الجزائري يتملص من مسؤوليته ويرفض احصاء، لان اذا احصينا سكان اولئك او تلك المخيمات غادي نكتشفوا الحقيقه هذه اللي يعلمها الكثير، ولكن النظام الجزائري باسم الدوله الجزائريه يتملص
من هذه المسؤولية. وكنا شفنا في القرار الأخير قرار مجلس الأمن أصر على ضرورة إحصاء سكان المخيمات. طبعا كما قلت لكم الوضع القانوني تاعهم يقولوا لهم لاجئين، تقرير الأمين العام للأمم المتحدة يقول هم لاجئين، لكن هل هم فعلا يتمتعون بحقوق اللاجئ؟ لا، طبقا لمعاهدة جنيف 1951 لا يتمتعون بحقوق كلاجئين، ما عندهمش حرية التنقل. الواحد اللي في المخيمات تاع تندوف لا يحق له مغادرة المخيمات أو الذهاب إلى مدينة تندوف أو إلى مناطق أخرى داخل التراب الوطني دون إذن، مش فقط من قيادة الميليشيات، بل الإذن من القطاع العسكري، القطاع العملياتي أو ثكنة المخابرات بمدينة تندوف. الناس اللي راهم في المخيمات يعانوا من استغلال سياسي للمساعدات طبعا الإنسانية، وأنا كنت شاهد عيان على كيفية تسويق تلك المساعدات في أسواق الجملة بمدينة وهران ومعسكر وسيدي بن عباس الغرب الجزائري. وكنت صغير أنا شخصيا، مرة أحد العجائب اللي كانوا دايرين فيها هذه هدية من الشعب الإيطالي إلى الشعب الصحراوي، تباع في محلات البقالة بمدينة وهران. يعني استغلال هذا أو تهريب أو تحويل المساعدات التي كانت تأتي في أغلبها من الاتحاد الأوروبي إلى مخيمات تندوف ماهيش 10 سنوات الأخيرة، الأمر يعني تقريبا أكثر من 35 سنة للمساعدات يتم تحويلها وعدم توجيهها إلى سكان تلك المخيمات. هناك أمر آخر هام جدا وهو غياب حرية التعبير داخل مجتمع داخل هذه المخيمات. طبعا من المستحيل أن تكون هناك حرية تعبير داخل مخيمات تندوف، وهذه المخيمات التي تديرها ميليشيا البوليساريو مدعومة من طرف نظام أصلا هو يتبنى الفكر الشمولي ومصادر إرادة الشعب الجزائري ومانع يعني عنه حرية التعبير، وبالتالي الناس ما تقدرش تعبر عن ما يختلج في صدورها وعن مآسيها وعن ما تعانيه في تلك المخيمات، وأغلبهم ممن رفضوا ذلك الوضع وتم اختطافهم قتلهم أو زجوا بهم في سجون البوليساريو اللي أخذت صيت عالمي مثل سجن الرشيد معروف. يعني أغلب الحقوقيين في العالم يعرفوا وش هو سجن الرشيد بمخيمات تندوف. هناك مسألة أخرى التي طبعا ما يقدرش النظام الجزائري ولا ميليشيات البوليساريو أنه يكذبها. يعني مسألة تجنيد الأطفال. تجنيد الأطفال اللي تقريبا يعني شفنا أثناء الزيارة الأخيرة ما قبل الأخيرة للمبعوث الأممي إلى مخيمات تندوف كيفاش أحد الأطفال لابس زي عسكري وسلم عليه، يعني قدم له التحية المبعوث الأممي. وهذا يؤكد على أن تلك الطفولة في المخيمات طفولة يعني سرقوها الأطفال. يعني الأطفال هناك لا يتمتعون بحقوق الطفل، ويتم يعني شحنهم منذ الصغر على كره المغرب، شحنهم منذ الصغر على استعمال السلاح. يعني ما يكبرش طفل، يعني ما يمرش بمراحل نمو طبيعية مثل باقي الأطفال. هناك أمر متعلق بوضعية سوء التغذية اللي مرده طبعا تهريب المساعدات، واكثر من ذلك ان المساعدات حتى تلك التي ترسل الى المخيمات ما تكفيش سكان تلك المخيمات باش يكون هناك نمو طبيعي للاطفال والناس يعني ما يكونش عندها سوء تغذيه، بالاضافه الى تفاقم الامراض على مستوى مخيمات تندوف. كل هذه الجرائم وكل هذه الوضعيه المزريه اللي تعيشها تلك المخيمات اللي تراقب ولايه تندوف وثقتها تقارير المنظمات الدوليه يعني اكدت على وجود انتهاكات، وجود وضع غير طبيعي بمخيمات تندوف. لكن رغم كل تلك التقارير انا شخصيا اعتبر ان هناك تقاعس كبير على مستوى المنظمه الدولي تجاه إدانة تحميل النظام الجزائري على ما يحدث بمخيمات تندوف، لأنه كان من المفروض أن
أن المخيمات بعد مضي 50 سنة يتحرك المنتظم الدولي من أجل وضع حد لمثل هذه الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في تلك المنطقة. ولكن للأسف هناك يعني ماهوش سكوت، لكن غض بصر او تقاعس فيما يخص إدانة النظام الجزائري. طبعا هو يتحمل المسؤولية الكاملة فيما يحدث بمخيمات تندوف، كيف لا سلم الولاية القضائية والقانونية إلى ميليشيات هو يعتبرها جمهورية ويعترف بها ويقول بأنها دولة كاملة الأركان، لكن الحقيقة أنها لو كانت دولة كاملة الأركان لا يعني كان عندها أرض أصلا أرض، وبالتالي هو طرحه متناقض مع نفسه يأكد على سيادته على تندوف في حين يعامل دولة على أرض، يعني يعامل جماعة أو ميليشيا على أرض ولاية تندوف كدولة كاملة الأركان. أنا نتمنى من الأشقاء في المغرب أن يركزوا على هذه المسألة، وأن يكون هناك حملة دولية. وعجبتني الفكرة يعني التي تكلم عليها سي مصطفى بن علي عندما عرف بالأستاذ أنور مالك اللي هو رئيس المرصد الدولي لملاحقة جرائم إيران، أن ينشأ مرصد دولي لملاحقة جرائم النظام الجزائري وجرائم جبهة البوليساريو في حق ساكنة تلك المخيمات. احنا ساكنة تلك المخيمات الآن المفروض أن كما راهم يعني ما نميزوش بيناتهم، يعني كلهم ضحايا، والمفروض أن تتوقف هذه الممارسات الفظيعة والشنيعة ضد أولئك الذين هم في حكم الرهائن وهم في حكم يعني الأسرى لدى النظام الجزائري، اللي هو طبعا يعتبرهم الفون كوميرس، سجل تجاري. وهذا السجل التجاري طبعا احنا متفائلين بانه على مشارف انتهاء صلاحيته، يعني هو يلعب في الوقت بدل الضائع، ونتمنى ان شاء الله ان الاشقاء في المغرب يركزوا على هذه المساله، خصوصا ان المغرب اكد على انه تقدم بشكل كبير في السنوات الاخيره في مجال حقوق الانسان، والتركيز هذا ما يكونش تركيز فقط يعني تركيز يكون على المستوى الاعلامي في المنظمات الدوليه والهيئات الدوليه من اجل فتح هذه الممارسات وزياده الضغط على هذا النظام، لنعتبره هو الطرف الرئيسي، ان البوليساريو تشكل مجرد اداه في يد هذا النظام. الطرف الرئيسي في هذا المشكل هو النظام الجزائري، اللي هو طبعا دائما نقولها لن يكون ابدا جزءا من الحل، لانه هو المشكل بذاته. وشكرا لكم. شكرا.